السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة عايزة اقول لكم على طريقة تنظيف الحلبة. الاول عايزة اقول اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وآل ابراهيم ان الله وملائكته يصلون على النبي فيا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، دول ايه؟ نص كيلو حلبة عندي. انتي بدل ما تقعدي تنقي فيها وتطلعي الطينه وتطلعي الحاجات اللي على الوش، انا هقولك على طريقه سهله جدا 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 تغسلي بيها الحلبه وتنشفيها وتحمصيها. هقولك تعملي ايه. انا اول حاجه بصوا، حطيت الحلبه هنا في مصفى زي دي كده، تمام. جبت حله بلاستيك اهي، انا كنت حطاها يعني يا دوب لسه منزلاها. حطيت الحلبه في الحله دي اهو، تمام. دي حله فيها ميه، انا نزلت الحلبه فيها كده ماشي زي ما انتوا شايفين كده اهو. سبتها ايه حوالي ايه دقيقه واحده ماشي. هطلع الحلبه تمام وادلق الميه واحط ميه تانية نظيفه. انا على الحوض دلوقتي، يعني انا دلوقتي بعملها وانا على الحوض، تمام. الطريقه دي سهله جدا. بصوا كان فيها ايه، بتخلي الحلبة زي الفل من غير ما تنقي وتقعدي تفرزيها حبة، تقعدي تشيلي منها الطينة واللي هو القش اللي بيبقى فيها ده. لا، الموضوع سهل قوي، مفيهوش اي حاجة، ولا تنقي ولا تضيعي وقتك في التنقية. هتحطي بقى ايه، ادي الحلة اهي فيها مية نظيفة، وقعت المية اللي هي كان فيها الطينة. هتحطي الحلة، طبعا هي لسه ايه يعتبر ما اتغسلتش، لان هي انا كل اللي حطيته حوالي ايه دقيقة. كل الطينه اللي فيها بقى بتعمل ايه اهي، بصوا كل الطينه اللي فيها بتنزل ترسى تحت في حله الميه ماشي، تنزل من المصفى. دي الطريقه السليمه لغسيل الحلبه ماشي. سيبيها كده، سيبيها مده 5 دقايق بس، ما تسيبهاش كتير، عشان يعتبر انتي ايه لو سبتيها كتير تعتبر بتنقعيها، واحنا مش عايزينها طبعا ايه تنزل ميتها وفايدتها في النقع ده. لا، احنا ايه 5 دقايق بس هسيبها كده، تمام. تنزل بقيه ايه الطينه. بصوا بقى اللي بيعوم على الوش، ها الحاجات اللي هي ايه دي بتعوم على الوش دي، ها اللي انتي مش محتاجاها، اللي هي ايه اللي هي الحاجات الخفيفه دي. هنعمل فيها ايه، هقولك هنعمل فيها ايه. احنا دلوقتي مرحلتين، اول مرحله بتنزلي الطينه اللي فيها، تاني مرحله هتشيلي الحاجات اللي هي ايه اللي على الوش دي، اللي هي القش بتاعها والحاجات اللي بتبقى جايه بيها دي. هسيبها 5 دقايق بس، تمام. اهو يا حبايبي خلاص الحلبه بتاعتي اهي ايه، بصوا الميه بتاعتها عامله ازاي، شايفين طبعا واضحه قدامكم اهي. بصوا اللي نازل منها. بصوا الطينه دي الطينه اللي كانت فيها. بصوا طبعا انا مش هستكفى كده، طالما طول ما هي بتنزل الطينه دي انا هفضل اعمل فيها كده لحد ما ايه ما تبقى ميتها بيضه وزي الفل ماشي. كده طول ما هي بتنزل لي طينه هفضل ايه مسيبه كده عليها الميه كل شويه لحد ما تبقى قشطه ماشي. اهم حاجه في الموضوع النقعه الاولانيه يا بنات. بصوا لسه برضو ايه الميه بتاعتها مش حلو اهو زي ما انتوا شايفين، لسه فيها ايه شوائب، تمام. الشوائب دي ما ينفعش انك انتي تنشفي الحلبة على كده، لازم تفضلي تنضفي فيها لحد ما يبقاش فيها خالص، تبقى ميتها بيضه زي الفل. اول ما تبقى ميتها بيضه ما فيهاش شوائب اعرفي ان انتي كده حلبتك ايه نطفت وبقت جميله. انا كل ده لسه الحاجات اللي على الوش ايه اللي هي بتبقى الشوائب الخفيفه بتاعتها دي ما نزلتش، اللي هو القش بتاعها ده
لسه انا ما نزلتوش. انا دلوقتي مركزه في ايه؟ في الطينه اللي فيها، بدل ما انا اقعد انقي فيها وبرده بيفضل فيها، يعني مهما نقيتي وقعدتي واتقوستي عليها برده في الاخر ايه بتفضلي برده ايه تلاقي فيها طينه قد كده. بصوا الحاجات اللي عايمه على الوش دي انا مش هسيبها، انا هنزلها. بس انا دلوقتي ايه بغسل الحلبه، انا في مرحله غسلها. ماشي. بصوا لازم تنضف معاكي خالص. بس الميه ابتدت تنضف بس لسه برضو ايه ها. بصوا نزليها بالراحه كده وانت تعرفي ايه. بصوا لسه فيها برضو ايه شويه زي ما انت شايفه كده اهو. بصوا هفضل انا وراها كده لحد ما ايه ما ميتها تبقى نظيفه. بصوا حبايبي انا قعدت اشطف فيها كذا مره. بصوا بصوا ميتها عامله ازاي، بقت نظيفه وزي الفل. بصوا الميه لسه برضو ايه، لان طبعا احنا لما بنيجي نعملها عايزه اقول لكم اهو. بصوا دي تعتبر ايه، نشوفها اذا كانت لسه طينه. هي الطينه طبعا باشت ودابت كلها. دي مش طينه. بصوا مش طينه، لو طينه كانت اتفركت في ايدي. بصوا دي مش طينه، مش طينه كده. ايه طالما بقاش فيها طينه يبقى بقت ايه نظيفه وزي الفل. ماشي. الطينه اللي بتبقى فيها دي يا جماعه اوعوا تسيبوا زلط او طينه او اي حاجه. هي الحمد لله ما فيهاش زلط، انا بصيت فيها الاول ما لقيتش فيها زلط خالص ولا لقيت فيها اي حاجه عايزه تتنق غير اللي هو القش الخفيف ده والطينه بتاعتها. فانا قلت ايه اوريها لكم بتتغسل ازاي. بصوا بقى هفضي دي كده. بصوا حتى نطفت وبقت زي الفل. هنزل اللي في المصفى تمام كده وهدي الميه عليها، هديها خالص. بصوا حبايبي بصوا نورت ازاي. بصوا بقت منوره ازاي، ما كانتش باللون ده خالص اول ما جيت اعملها. بصوا نورت ونطفت وبقت زي الفل. ماشي. انا هعمل ايه بقى، اقفل الميه تمام. كل اللي فيها اللي انا مش عايزاه هيعوم على الوش وانزله. ولا قعدتي ظهرك وجعت وقعدتي عينك اتمققت وقعدتي تنقي وتعملي وبرده في الاخر بيبقى فيها حاجات. بصوا الحاجات اللي على الوش دي اهو. انا بقى بعمل ايه، بروح مصفيها بالراحه كده ولا اي حاجه خالص. تمام. بصوا كل اللي في الحوض ده الحاجات دي اللي ملهاش لازمه اهو. الميه تاني قبل ما توصل للاخر، يعني الميه لو وصلت معاكي للاخر هتسيحها لك في الحوض. لا بصي تعملي كده بالراحه كده. ماشي. سيبيها كده تهدى اهو. هتلاقي بصي الحاجات كلها ايه جت على جنب اهو. تميلي الحله كده وتجيبي الحاجه كده اهو. بصي كل اللي نازل ده الشوائب بتاعتها، الحاجات اللي هي ايه ملهاش لازمه اهو. تمام. وعلى كده تفضلي تعملي كده لحد ما تحسي ان هي مبقاش فيها ايه غير هي الحلبه وبس. بصوا حبايبي خلاص الحلبه بقت زي الفل اهي، مبقاش فيها اي حاجه خالص خالص خالص. نطفت وبقت زي الفل. بصوا ولا حاجات على الوش ولا طينه ولا. على فكره دي بصوا عايزه اوريكم بس مش عارفه راحت فين اهي. بصوا الحاجات دي. بصوا دي مش طينه ولا حاجه. بصوا اهو دي حلبه محمصه بزياده. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين اهي، مش طينه ولا حاجه. بصوا بقت زي الفل، ميتها بقت بيضه تتشرب كده. بصوا طبعا احنا عارفين الحلبه كلها ايه فايده، يعني بتبقى مفيده، بتبقى حلوه جدا للمعده. حد عنده مغص، حد مش عارفه ايه يعني اعرف ان هي كمان ايه كويسه للهضم، بتدفي في الشتاء. يعني بالليل كده قبل ايه ما تناموا كده لو الدنيا ساقعه قوي تعملي دور حلبه كده ليكي وللعيال ولجوزك، بتبقى جميله بتدفي جدا، حلوه للكلى.
جميله. في ناس تجيبها بقى ايه وتخليها وتغسلها حبه بحبه كده، كل ما تيجي تعمل شويه تغسلها. طب ليه؟ طب ما تجهزيها عندك وتبقى في البرطمان بتاعها وتبقى زي الفل، ولا تقعدي بقى ايه وتاخدي منها تولعي على النار على طول. انا هعمل ايه بقى حبايبي؟ بصوا هفضيها تاني في المصفى اهو، ماشي. بس تمام. هنقعها بقى، مش هنقعها سوري، هحطها تاني بقى. بصوا كده اهو من غير ميه ولا حاجه، تتصفى. هي بتتصفى اهي، خليها تنزل ميتها كلها شويه كده ب10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده هقول لكم ايه تكملوا ازاي. بصوا تنزل ميتها ازاي، ميتها اللي نازله منها دي زي الفل. خلاص هي ايه دلوقتي عايزه تتصفى بس كده، هصفيها وخلاص مش هبلها تاني. هي كده بقت نظيفه زي الفل. بصوا منوره وجميله ازاي. بصوا حبايبي، بصوا زي القشطه والله. بس تمام. بصوا حبايبي، انا حطيت الحلبه اهي في صينيه، وفرشت الصينيه ديت فوطه يعني انا بستعملهاش، حطها للمطبخ كده نضيفه زي الفل طبعا. بصوا دايبه وقديمه بس ايه نضيفه زي الفل. فرشت بقى بعد ما الحلبه بتاعتي اتصفت، خدت تصفيه جامده جدا من الميه بتاعتها، سبتها حوالي نص ساعه كده، فرشتها على الفوطه اهي على الصينيه. انا دلوقتي دخلتها البلكونه وهحطها بقى ايه، هحطها في الشمس شويه، هفتح الستاره واعرضها يعني احاول ان انا ايه اوصل الشمس ليها شويه. تمام كده، هتاخد شمس وهوا وبتاع، وبعد كده هرجع تاني اشيل الفوطه من عليها واحطها في الصينيه من غير الفوطه، عشان خاطر ايه تبتدي تتحمص بقى. ممكن بقى النهارده وبكره، يعني اخليها النهارده وبكره عشان اطمن ان هي نشفت خالص خالص من الميه. بصوا حبايبي الحلبه اهي، انا دلوقتي ايه شلت الفوطه من تحتيها عشان خلاص انا ايه هي خلاص شربت كل الميه اللي فيها. انا مش عايزه طبعا الحلبه تزرع خالص، فطبعا الفوطه مبلوله بسبب الحلبه. لو انا سبت الحلبه عليها هتزرع، فانا شلتها خلاص. هي دلوقتي ايه شربت ميتها بس طبعا هي لسه منديه، لازم بقى تاخد هوا وشمس. الشمس عندي راحت طبعا، فطبعا هسيبها كده في الصينيه ايه في الهوا في البلكونه، وبكره برضو هعرضها للشمس ايه عشان تكون نشفت واتحمصت خالص. تمام حبايبي. بقى الحلبه بتاعتي اهي ايه، ده تاني يوم بعد ما اتحمصت حلوه قوي قوي في الشمس اهي، نشفت خالص، ما بقاش فيها ولا نقطه ميه خالص خالص خالص. هي صفرة بس مش عارفه الاضاءه عامله كده ليه، يعني هي مش بيضه كده على فكره. ماشي بصوا الصينيه ناشفه خالص. انا بعمل ايه بقى، الخطوه دي اختياري، عايزه تعمليها اعمليها، مش عايزه تعمليها خلاص عبيها على كده في برطمان ماشي، وخدي منها بقى بالمعلقه وقت ما تحتاجي ايه تغلي منها. انا هعمل ايه بقى، انا مسخنه الفرن، سخنته قوي قوي وطفيته، بحطها بقى انا جوه الفرن تاخد 10 دقايق ربع ساعه كده ايه في سخونه الفرن زياده تحميص. بتطلع بقى ريحتها جميله جدا وتحفه، وتيجي تفتحي عليها البرطمان كده تشمي ريحتها. ماشي انا هعمل كده. بصوا حبايبي بقى، بعد ما طلعتها من الفرن انا ما ولعتش عليها الفرن، انا كنت مسخنه الفرن قوي، وبعدين دخلت الصينيه عليه اللي هي الحلبه قعد 10 دقايق كده، وبعدين طلعتها تاني. خدت كده ايه تسخينه وتحميصه كده بتخلي ريحتها فظيعه. اعملي اللقطه دي فيها. بصوا انا دلوقتي عبيتها في برطمان اهو، بصوا عامله ازاي نظيفه ومنوره وزي الفل، ما فيهاش اي حاجه. تاخدي منها على طول على الكنكه بتاعه النار، يا دوب تغلي كده وتستوي وبعدين تصبيها. بصي انا عاملاها ازاي جميله جدا. بصي لونها صافي ورايق، مفيهاش ولا اي حاجه. دي لو مش نظيفه بقى ولا مش مغسوله حلو كنتيش لقيتيه لونها ذهبي حلو كده. كمان الكاميرا عندي كمان مغمقه شويه. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش اللايكات، وعايزه ارائكم في الكومنتات. واعمليها بالطريقه دي واشربي احلى شويه حلبه يدفوا معدتك كده، والعيال في الشتاء تحفه تحفه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. يلا وربنا يعودها علينا وعليكم بخير يا رب كده، وعلى امه المسلمين اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.